السلام عليكم. اهلا بكم في فيديو جديد. اتمنى انه يعجبكم، ولو عجبكم حطي لايك للفيديو وفعلي زر الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل وصفاتي اول باول. وعايزاك تشير الفيديو علشان غيرك يستفيد. النهارده هنعمل مع بعض مخصوص بلدنا، خفيف ومقرمش من بره وطري زي السفنج من جوه. انت وبتاكليه كأنك بتاكلي نايتي او هوا. طعمه حلو جدا. يلا كده ندخل على المكونات وطريقة التحضير. بس زي ما تعودنا قبل ما ندخل على الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا كده جيبي العجان بتاعك واعملي معايا كده. أول حاجة هننزل بمج مية عادية، مية من الحنفية. واللي هننزل بعد كده بالسكر. اللي هنزل بمعلقتين كبار من السكر، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، ونص معلقة صغيرة ملح، وخمس معالق من الزيت. ادي كل مكوناتنا: كوباية مية، معلقتين كبار سكر، نص معلقة صغيرة ملح، خمس معالق زيت، معلقة كبيرة خميرة فورية. وعايزاكي بقى تدوبيهم. دوبي السكر كويس. هنا بعد ما داب معانا رح نجيب معانا 5 كوبايات من الدقيق. اي دقيق انت تستخدميه. 5 كوبايات بس انا ضغطاهم، يعني ضغطه كوبايه الدقيق كده معبياها وضغطها بايدي. انت لو حبيتي حطي 6 كوبايات. الخمس كوبايات دول اللي هيجيبوا معايا 10 مخصوصات او 15 فطاير حلوين زي ما شفتيهم كده في بدايه الفيديو. يعني وسط كده، حجمهم وسط. لو عملتيه صغير هيعمل معاكي كميه اكتر. هنا حبايبي هنعجن، ومعايا جارية كوباية مية اللي هنزل بيها بالتدريج. هي اخدت معايا كوباية ونص من المية. الكوباية الاولانية والكوباية التانية اخدت نصها. طبعا ده على حسب احتياج العجين. العجينة بتبقى معايا هنا طرية كده، وكمان بتلزق شوية. بس اهم حاجة يعني بايدك بتبقى نظيفة، بتحطي ايدك عليها كده بتطلع نظيفة. تقعدي تعجني فيها لحد العجان بتاعك كده ما ينضف معاكي. يعني لمدة 7 دقايق كده أو 10 دقايق بالكتير. هنجيب نقطة زيت كده وهندهن بيها العجان بتاعنا والعجينة، واللي هنغطيها كده حوالي نص ساعة تخمر. هنا رجعنا بعد نص ساعة، ادي خمرت معايا. لا هطلعها، ومعايا صينية رش عليها شوية من الدقيق، واللي هكور معايا العجين ديات هيجيبوا معايا زي ما قلت لك 10 كور، يعني هيجيبوا 10 فطاير. شايفين العجينة سلسة وحلوة ازاي اهي. هخلص تقطيع وارجع لكم. الحجم اللي انت عايزاه اعمليه. هنا اللي هغطيها بعد ما قطعتهم كده جابوا 10 كور، اللي هغطيها كده حوالي 5 دقايق ترتاح، عشان لما افردها تتفرد معايا بسهولة. هنا لحاجة اخد اول كورة، لحرش رشة خفيفة كده على سطح العمل من الدقيق عشان ما تلزقش معانا، وبعد كده لحفردها. شايفين ادي كل الحكاية، يعني حاجة سهلة وبسيطة. على فكرة المخصوص دياتي عندنا كل اللي بتحتار، يعني احنا مشهورين بيه. انا ما اعرفش في بلدكم اسمه احنا اسمه عندنا هنا مخصوص. كل اللي بتحتار الصبح فطار الصبح مع كوبايه الشاي او كوبايه الحليب تقوم عاملاه، ما بياخدش معانا اي وقت ولا مجهود زي ما انتم شايفينه كده اهو. هنا طبعا يا حبايبي بعد ما فردناها لحدهنها سمنه. مش شرط يعني تكتر السمنه، عندك زبده عايزه تدهنيها زبده ادهنيها، بتبقى حلوه صراحه بالزبده والسمنه. وبعد كده زي ما شايفين كده هطبقها وحلفها رول. شايفين البساطة والسهولة. على فكرة المخصوص دياتي عندنا بنخبزه يوم 15 للمتوفي. يوم 15 للمتوفي بنعمله ونوزعه كده للناس اللي هي بتيجي عندكم في البيت. وكمان بنعمله على الأعياد. بنطلع به يعني الجبانة اللي على الميت كده على الأعياد، وبنعمله ونطلع به على الجبانة. احنا عندنا طبعا انتوا عندكم بتقول اللي بيقول قرافة واللي بيقول مدافن واللي بيقول مجنة، احنا عندنا بنقول جبانة. فعندنا بنخبزوا دياتي يوم 15، وبنخبزوا وبنخبزوا على الأعياد بنطلع به الجبانة. طبعا على حسب الشكل اللي انت عايزاه، يعني هو نفس العجينة بس بنشكل طبعا، بنعمل أشكال أكتر من كده. عندنا في المتوفي لازم نعمل يوم 15 لازم نعمله. في ناس يعني اللي هي امورها مرتاحه بتعمله، لكن في ناس بتروح تشتريها من الفرن. ادي شايفين بتفرديها وتاجي دهنها سمنه وتلفيها بعد كده رول.
وعملت انا بقى الشكل ده. انت بقى اي شكل حابه تعمليه اعمليه. احنا لما بنخبزه طبعا بنعمل كميات كبيره. وعلى فكره النهارده انا لما عامله كميه صغيره عملته طري، في بيتعمل منه ناشف. يعني ده الوصفه دي بتتعمل طري وبتتعمل ناشف. انا النهارده طبعا عشان عامله يعني كميه قليله فعملت الطري، وكمان احنا بنحب الطري في البيت. ان شاء الله مره تاني هعمله معاكم. هعمل معاكم المخصوص الناشف. عايزاكي بقى يا حبيبتي لو وصلت لغاية هنا والفيديو عجبك اضغطي بقى وحطي لايك. يعني هتحطي صباعك كده مش هتغرمي حاجة، وهتحطي اللايك. وان كنت ما اشتركتيش في القناة وعجبتك قناتي اشتركي، طبعا ده فضلا وليس امرا. شايفين الشكل؟ هتلفيه رول. انا حبيت اعمل معاكم واحدة واثنين وثلاثة. هتفرديها وهتدهنيها سمنة او زبدة، وبعد كده هتلفيها رول. وبعد كده هتضفريها اللي هي ضفرتين، هتاخديها من النص، من النص كده هتضفريها. وبعد كده هتجيبي من فوق الحلقة اللي من فوق كده هتضغطيها على الضفيرة اللي عملناها. دي اخر واحدة عاملاها معاكم، عايزاكم تبصوا فيها بقى وتتأكدوا منيها عشان تتعلموها. انا عارفاكم شاطرين وعارفين كل حاجة، بس انا بتكلم عن المبتدئين. ادي حبايبي بعد ما لفناها هتيجي في النص كده وتلفيها زي الضفيرة، ضفرتين يعني. وبعد كده هتجيبي من فوق وتحطيها على الطرف من تحت، وهتوسعي بقى وتحطيها في صينية مدهونة سمنة. انا هخلص بقى كل الكمية ولا هرجع لكم، بس لا هرجع لكم بعد التخمير عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا حبايبي بعد ما خمر خلصته وسيبته يخمر اهو. عايزه تدهنيه بقى، احنا عندنا طبعا ما بندهنوش غير يعني بعد ما يطلع من الفرن كده بندهنه بشويه زيت او سمنه او زبده. هنا طبعا يعني انت حابه تدهنيه زي انا ما هدهنه كده ادهني، مش حابه تدهنيه زي ما قلت لك بعد ما يطلع من الفرن ابقى دهنيه بشويه زبده او سمنه وهيطلع معاكي بيلمع وشكله حلو. تمام. انا هنا دهنته مش بيض ده يا جماعه، دي كستر مع معلقتين من الميه، معلقه كستر مع معلقتين من الميه، دوبتهم كده وداني اللون الحلو ده اللي زي البيض بالظبط اهو. لو انت مش عايزه تحطي صفار بيضه ممكن تدهنيها شربات، اي حاجه، حليب، اي حاجه عايزه تدهنيه دهنيه، وزي ما قلت لك مش عايزه تدهنيه ما تدهنيش. انا خلصت كله دلوقتي، ولو حابه تحطي عليه سمسم حطي، بس انا مش هحط. انا دلوقتي فرني طبعا شغاله، لازم الفرن تكون سخنه جدا جدا، والنار تكون من تحت يعني اقل من الوسط ومن فوق اقل من الوسط عشان مش من جوا يستوي معاكي. شايفين شكله حلو ازاي طالع من الفرن؟ ما بياخدش على فكره معاكي وقت، ازيد من 10 دقائق ما بياخدش في الفرن اهو. شايفين؟ ادي هنا بعد ما خلصته طبعا جابوا معايا 10 حبات زي ما قلت لك، بس دولاتي 9 لاني جوزي جا من الشغل لقيني بطلع اول صينيتين من الفرن، فتلافة واحدة هي وسخنة واكلها، فدول 9. شايفين شكله حلو ازاي؟ ما شاء الله. عايزاكم تجربوا الوصفة دياتي، وبالله عليكم لو عجبتكم الوصفة ما تستخسروش فيها بقى اللايك. عايزاكم واللي ما اشتركش في القناة يشترك، علشان انا طبعا عايزة الفيديو يترفع وانا صراحة باكبر بيكم، يعني انتوا اللي بتكبروني. تمام. شايفين؟ عايزاكم تقولوا بالله يعني الفيديو ده يستاهل ولا ما يستاهلش؟ انا راضية بحكمكم. لو يستاهل اللايك حطي لايك. وعايزاكم تقولوا شايفينه ازاي؟ شايفينه مورق ازاي من جوا وخفيف وهش؟ والله انت وبتاكليه كانك بتاكلي هوا، ما بتحسيش بيه خالص، ما بتضغطيش نهائي، والله ما بيستاهل حتى انك تمضغيه. جميل جدا مع كوباية الشاي بحليب، والله طعمه حلو جدا. يعني كلنا صراحة هنا في البلد بنعمله على طول لعيالنا اهو. كل ما نحتار الصبح نفطر بنقوم نعمله، لانه ما بياخدش معانا زي ما انتوا شفتوا كده لا وقت ولا مجهود، حتى في التخمير بيخمر بسرعة اهو. عايزاكي تقومي يا حبيبتي دلوقتي تجربيه، وعايزاكي تكتبي لي تعليق حلو وبكل صراحة ان كان عجبك ولا ما عجبكش. بكده بقى خلصت من الفيديو، واقول لكم السلام عليكم.